ما تيجوا نتخيل متوشة السوبر مع بعض كده يا اخواتي. نبدأ بماتش الزمالك وبيراميدز، واللي هيحصل فيه هو ان يوسف اوباما اللي بقاله فترة مش باين في نادي بيراميدز هينزل بديل الشوط التاني، والماتش تعادل 0-0. هينزل ويروح مسجل هدف التقدم لبيراميدز وهيرفض الاحتفال. المهم بعد الهلومة دي كلها هنلاقي نادي الزمالك نزل محمد شحاتة من على دكة البدلاء وراح جايب هدف التعادل للزمالك. بعدها الماتش هيكون رايح جاي وهيتحسب ضربة جزاء في آخر 5 دقايق لبيراميدز، بس هتتلغي من عند الباب. بعدها الفرقتين يلعبوا وقت إضافي وده يسجل هدف والفريق التاني يسجل هدف، الماتش يخلص تعادل ونروح لضربات الجزاء. على تنفيذ أول ضربة مصطفى فتحي اللي زي كل موسم بيضيعها ويعمل نفسه زعلان وإن هو التوفيق مش معاه. وبعدها عبد الله السعيد هيخش يروح مسجل الكرة الأخيرة والزمالك يكسب. نروح لماتش الاهلي وسيراميكا، واللي كالعادة هنلاقي بسام بيتألق وبيقلب نوير في الماتش، وهنلاقي تريزيجيه عمال يشوط الأرجو بتاعه زي كل ماتش. الماتش هيفضل 0-0 لغاية ما يجي جون فينا من عمرو السولية، ويفضل التقدم لنادي سيراميكا 1-0 لغاية الدقيقة 90. هيروح مين بقى اللي جايب الجون؟ تريزيجيه، ويخلص الشوط التاني بالتعادل ونروح للوقت الإضافي. هيفضل الماتش متعادل لغاية ما نوصل لضربات الجزاء والأهلي يكسب. المهم هنوصل للنهائي، هننزل الماتش فالفرقتين خايفين من بعض فنخسروا سكور. هم فاهم بقى ان امام عاشور هيطلب من جهاز الطب انه ينزل عشان يلعب الماتش، وراح مسجل هدف الفوز في الدقيقة 90. الاهلي ياخد السوبر، دي تبقى احلى نهاية للنادي الاهلي عشان يصرف فيها الجمهور. وبس كده.